الجنيه المصري بينخفض أمام الدولار الأمريكي، والدولار بيرتفع ليوصل إلى 52 جنيه و62 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم المتخصصة عن أسعار العملات والدولار أول بأول في مصر. سجل الدولار في مصر ارتفاع كبير قدام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، وده في عدد من البنوك العاملة في مصر بزيادة بتتراوح من 20 ل 25 قرش. وسجل الدولار في بنك مصر أو نعتذر سجل الدولار في البنك المصرفي المتحد حوالي 52 جنيه و65 قرش للشراء، 52 جنيه و75 قرش للبيع. أما في البنك العربي الأفريقي وصل الدولار 52 جنيه و69 قرش للشراء، 52 جنيه و79 قرش للبيع. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 52 جنيه و49 قرش للشراء، 52 جنيه و62 قرش. أما في بنك الأهلي وبنك مصر الأسعار كانت متقاربة، وسجل الدولار 52 جنيه و68 قرش للشراء، 52 جنيه و78 قرش للبيع. وأخيرا بنك الإسكندرية سجل الدولار 52 جنيه و69 قرش للشراء، 52 جنيه و70 قرش للبيع. بشكل عام الزيادة دي بتعكس تحرك بسيط في السوق، وده ممكن يكون بداية اتجاه. مش عايز أطول على حضراتكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان نستمر معاكم. مع السلامة.